فعلا تجتمع كل هذه القلوب. حضرنا مؤتمر إقليمي في قصر ثقافة القليوبية، وكان نادرا فيه هذا الوجود وهذا الحراك من هذا البيت العظيم والأستاذ رفعت الرائد. فعلا أنا سعيد أنني مرصفي، وسعيد أنك أخ أكبر. ويمكن يا جماعة بتجدوا النضج الحقيقي في كلام المثقفين، زي ما الأستاذ عصام اتكلم وقال الرسالة على بساطتها: الثقافة هي مرآة الوطن. يمكن أستاذ التاريخ الدكتور عبد الباقي لو راجعت الأعمال الثقافية ممكن تترجم تاريخ الوطن ومعاناة الوطن. المثقف الذي لا يكون مرآة لوطنه مثقف ليس له معنى وليس له ضرورة، ومثقف في الفراغ. لكن عاوزين الشاعر إن هو يتألم آلام المواطنين وأوجاعهم. كلنا كده نلتف حوالين الثقافة. ما أحوجنا فعلا إلى الثقافة الحقيقية اللي بتترجم الواقع وتؤرخ. تشوف الثقافة تقول الشعب ده كان بيعاني من كذا أو بيحلم بكذا. عاوزين نعيش الحلم، عاوزين تكون هناك فكرة وطنية. أتمنى والله، وأنا مارست السياسة وكنت مرشح، أتمنى أن يقود العالم المثقفين والأدباء والشعراء سوف يكون لديهم حنو وعطف ورفقة بالبشر، لأن الصراع شديد والساسة يدمرون العالم. عاوزين قيادة إنسانية بشرية مثقفة تقود العالم إلى الأمن والسلام. شكرا. عاوزين نعيش الحلم. جملة واحدة لقطها مني: عاوزين نعيش الحلم، عاوزين هذا الوطن